الاهلي وبيراميدز دلوقتي بقى هو عباره عن اتنين لعيبه بس، رمضان صبحي وعبد الله السعيد. الناس، الجماهير، الدنيا كلها مشحونه على الاتنين لعيبه دول. طيب اللعيبه دي عندها ثبات انفعالي كبير جدا ان هي تقعد تتشتم او تتهاجم او كده طول المباراه وبره المباراه وفي الشارع و نشوف اللعيبه دي النهارده وهي مغلوبه 3 بعد ما انتهى الماتش. شوف علاقه اللعيبه ببعض عامله ازاي. وفي الاخر مفيش مبرر يقول ان انت تشتم لاعب او تشتم والدة لاعب او تشتم كده او تغلط في ده علشان كرة قدم. في الاول وفي الاخر الكسبان نقول له مبروك والخسران نقول له هارد لك، انما قلة الادب غلط.